شابيتر 7 من لابواط ا ميرفي كيبدا مع الاقتراب ديال عاشوراء. بالضبط بقات يومين العيالات في دار الشوافه كاملين شراو الطعارش، البندير والدربوكه لهاد المناسبه. سعد السلام عطى لولدو سيدي محمد واحد الزماره قديمه، واخا هو كان عوال يكونوا عنده العاب اخرين من غير هاد الزماره نهار ديال عاشوراء. الاثناء اللي كان سيدي محمد في السطح وكيجرب الزماره، كيجيو عنده واحد الدري وكيسول عليه، وهاد الدري سميتو حموصه ومصيفطو الفقيه ديال المسيت. جا حموصه كيسول على سيدي محمد باش يلتحق للمسيت ويعاونهم باش يصوبوا واحد الديكورات خاصين بعاشوراء كيتعلقوا في الحيوط، لحقاش كان خاص اللي يعاون معاهم باش يساليو دغيا. مشى سيدي محمد للمسيت وتعاون معاهم باش انهم يكملوا الديكور ديال المسيت. فاش رجع في العشيه كيلقى مو لاله زبيده مقلقه شويه، لحقاش سالا ليها البترول وما يمكنش ليها تخدم ديك لا لامب بترول، وبطبيعه الحال ما كيستعملوش حتى الشمع. مشات قالتها الرحمه، وهنا رحمه صيفطت راجلها اللي قبل انه يمشي يشري بترول لاله زبيده. سيد سلام ملي رجع مور العشاء واعد ولدو سيدي محمد انه الغد لي غادي يمشي يديه للسوق باش يشري الالعاب ديال عاشوراء ويشري واحد الشمعه كبيره كتعطى للفقيه النهار ديال عاشوراء. حاجه وحده اللي كانت مقلقه سيدي محمد وخلاتو الليله كامله كيحلم بها هي الحلاق عبد الرحمن. الحلاق عبد الرحمن كان واحد الشخص اللي كيكرهو سيدي محمد لانه عارفو غيجي واحد النهار هو اللي غادي يتكلف ليه بالختانه. الغد اللي كان الليله ديال عاشوراء ومور الفطور مشى السي عبد السلام وسيدي محمد تقداو كاع داكشي اللي خاصهم من السوق، وموراها دازو للمحل ديال الحلاقه ديال السي عبد الرحمن. المحل كان عامر بزاف والسي عبد الرحمن كان خدام بوحدو لان المتعلم ديالو كان مشى دخل الحبس. الوقت اللي كان سيدي محمد والسي عبد السلام كيتسناو النوبه ديالهم توصل عند الحلاق عبد الرحمن، هنا بدا الحلاق كيجبد الهضره على الناس اللي كيعرف واللي كيجيو عندهم المحل. فبدا كيهضر على مولاي العربي وذكروا انه هو راجل مزيان، ولكن للاسف ما عندوش الدراري. وبدا كيهضر على المشروع ديالو باللي راه ولا مزيان وبخير والوضعيه الماليه ديالو راه تقادات. سي عبد الرحمن الحلاق تعرف خبرات كاع الناس اللي كيجيو عنده، هو خدام وكيهضر وكيدوز من موضوع لموضوع وكيسول يجاوب راسو. حسن سيدي محمد وسالا ورجعوا لدار الشوافه. الصداع ديال الطعارش في المدينه كامله فيما دزتي كتلقاه. سيدي محمد من مور الغدا بغى يفقس زينب بالالعاب اللي شرا. سيدي محمد بدا كيجرب الزماره الجديده اللي شرا ليه باه وبدا كيضرب في الطبل، بدا كيخلق واحد الموسيقى اللي مجهده بزاف. جات زينب حتى هي شاركاتو في داك الايقاع. واحد شويه بداو كاع العيالات ديال دار الشوافه كيغوتوا عليهم باش يسكتوا حيتاش داروا الصداع. الغد ليه اللي هو النهار ديال عاشوراء ومع 3 ديال الصباح لاله زبيده فيقات سيدي محمد باش توريه اللبسه اللي وجدات ليه وباش حتى هو يوجد راسو ويمشي يحتفل في المسجد. من بعد ما سيدي محمد تقادو لبس حوايجو الجداد ديال العيد، سي عبد السلام عطاه 5 ديال الفرانك والشمع اللي كان شرا ليه باش يديها للفقيه. من بعد ما وصل سيدي محمد للمسجد لقى كاع الدراري اللي كانوا معاه في المسجد لابسين تما مزيان وكيغنيو الاناشيد. مشى عند الفقيه عطاه الشمعه والفلوس اللي كان عطاهم ليه سي عبد السلام، ومشى انضم للدراري باش يقراو الايات القرانيه ويكملوا في الامداح. الفقيه عطى للدراري عطله ديال 3 ايام ووصاهم يوصلوا التهاني للاباء ديالهم. من بعد ما سالاو الاحتفالات في المسجد رجع سيدي محمد للدار باش يمشي هو والاب ديالو يزوروا الضريح ديال مولاي ادريس. وفي العشيه كانوا مقررين انه يمشيو هو لاله زبيده عند لاله عيشه، ولكن مور الغدا لاله عيشه هي اللي كتجي عند لاله زبيده تزورهم. سيدي محمد بقى جالس وكيتصنت الهضره ديال لاله عيشه اللي كان عندها بزاف ما يتعاود. لاله زبيده سولات على الاحوال ديال مولاي العربي وكيفاش غادي مع لاتولي الجديده ديالو. لاله عيشه كتخبرها بلي كلشي غادي مزيان، بلي هاد المره ما دخلش معاه حتى شي حد شريك، وبلي مخدم 3 ديال المعلميه. خبراتها بلي الامور راها غادا مزيان وبلي موعده انه غادي يشري ليها القفطان اللي بغات. لاله زبيده صيفطات سيدي محمد للسطح باش يلعب ويخليهم يهضروا على راحتهم. في الليل سيدي محمد عيا من دوك الالعاب ديال عاشوراء ومل منهم، طلعوا ليه كاع في راسو ومشى حل بواط ميرفي، ولكن كان عيان بزاف وما قدرش يتامل في دوك لي زوبجي اللي كانوا عنده. وهنا كنكونوا سالينا شابيتر 7 من لا بواط ميرفي.